ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدا ان احنا نعمل البلان، بعد كده نخلي الايجنت يمشي عليها ويعمل الكود بتاع الابليكيشن بتاعنا كله. الفكره البروجكت اللي احنا هنعمله هنا هو مش هو ده اللي هيكون البروجكت اصلا هنعمله في الكورس كامل، ولكن ده مجرد مثال عشان بس نوضح فيه اتنين مود مهمين جدا في اداة كيلو كود او في اي اداة بعد كده هنستخدمها. هو الاركتكت مود والكود مود. بعد كده برضه هنتعرف على الديباج مود والحاجات دي كلها، ولكن جوه بقى لما نعمل حاجات اكتر. فده مجرد مثال، هنعمل بي او اس سيستم. والفكرة بقى من هنا ان احنا هنشتغل على الكود بيز، وهو لسه في الاول خالص. يعني انا يعتبر عملت فريش انستليشن لارافيل، وطبعا من غير اي حاجة تانية، يعني مثلا من غير ولا لايف واير ولا رياكت ولا فيو، بس هو مجرد بلاي. وكمان حتى من غير سانكتم لو احنا عاوزين نشتغله ك API مفيش الكلام ده كله. كل ده هو عبارة عن حاجة واحدة بس. في العادي السيناريو بتاعنا اللي احنا نشتغله هنقول له ايه؟ write me a POS system in Laravel. ده كفايب كودر. في حالتنا احنا هنبدأ ان احنا نقسم الموضوع to phases، ولكن خليني امشي معاك في فكرة لو انت هتعمله كفايب كودينج بشكل بسيط جدا. لو قلت له الجملة دي او اعطيت له حتى prompt عن اللي انت متوقعه من ال POS بتاعك ده، هو مش هيقدر يحدد لك الباترن اللي انت ماشي عليه زي ما احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت. ممكن يستخدم لك حاجة هو متعود عليها، مثلا زي فيو مثلا او لايف واير، وانت مثلا محتاج بليد بس حاجة كسامبل خالص. ففي حاجات كتير جدا ممكن هو يخليك ان انت تدخل فيها، ولكن بقى احنا كسوفت وير انجينير احنا هنعمل ليدنج للموضوع ده ببرومبت اكتر احترافية من اللي احنا كتبناها فوق دي. هنبدأ اول حاجة ان احنا نفتح اداة كيلو كود، بعد كده نقول له ايه؟ عاوزين نروح على الاركتكت مود. طب بيعمل ايه الاركتكت مود ده؟ حتى هتلاقي كمان الديسكريبشن تحتيه بيقول لك هنا plan and design before implementation. كويس جدا الكلام ده. في عندك مودز تانية زي مثلا ask مود، ده انت مش بتعمل اي حاجة غير انك بتسأل بس في الكود بيز بتاعك. يعني مثلا الكود بيز بتاعك حد تاني هو اللي عامله مثلا، فانت مثلا عاوز تعرف هو الكود بيز ده مكتوب فيه ايه، او عاوز مثلا تاخد بريف عنه. ديباج مود ده اللي هو في حالة ان انت مثلا عندك مشكلة وعاوز انت تخليه يعمل ديباج ف ويحل لك المشكلة، فدي حاجة انت ممكن تستخدمها. الاوركستريتور مود ده بكل بساطة انت بتديله كل الفكرة اللي عندك، هو يبدأ بقى ان هو يقسمها على اكتر من حاجة. يروح على الاركتكت مود، بعد كده يديله البلان بتاعة التاسك اللي هو هيعمله، بعد كده يروح على الكود ينفذه، بعد كده يروح على الديباج، بعد كده يرجع لك تاني كاوركستريتور ياخد التاسك التاني، وهكذا. يعني وكأنه بيعمل سب تاسكس للفكرة بتاعتك، تمام، ويوزعها على كل المودز اللي عنده. طيب هنقول له ايه هنا في البرومبت بتاعتنا؟ دي انا مجهزها من قبل كده، اللي هو انا عاوز اعمل ديزاين للاركتكتشر بتاع البي او اس سيستم في اللارافيل. هنا انا ممكن اكون غلطت غلطة ان انا هنا ما قلتلوش اللارافيل بتاعتي هي كام، فدي حاجة مهمة جدا لازم تاخد بالك منها. we are starting from scratch primary goal. الحاجة الأساسية اللي احنا المفروض ان احنا نوصلها، لازم نعمل ديزاين عن طريق ال blade based POS interface and back end logic to handle. هنهندل ايه بقى؟ الكارت فلو، الكاش تشيك اوت. مش عاوز اعمل مثلا payment gateways تانية، لا انا بس عاوز اعمل كاش. وعاوز كمان استخدم الثيرمال برينتر ويعمل لي الانفويس بتاعتي على اساس ان هي تكون فريند ليها. هنا انا عندي حبة requirements: الفرونت اند single page style blade view، البرودكت جريد on left بحيث هو يظهر لي حبة products هنا على الناحية الشمال، والكارت سمري بيظهروا لي على ناحية اليمين. بالنسبة لي بقى أنا عاوز أستخدم السيرفيس لاير باترن، عاوز أعمل سنترلايز برضو للكارت لوجيك، عاوز أخلي الكاش تشيك اوت اونلي، وانا البرينتنج طبعا لازم يكون simple HTML و CSS و thermal printer friendly. طبعا الكونسترينتس اللي انا حاططها له ان هو مفيش جافا سكريبت فريم ورك زي Vue او React، مفيش external payment gateways، must be easy to extend later. ودي بقى المينيمم expectation اللي انا حاططها لنفسي او اللي انا مخططها، يعني لو هو
ما ادانيش الحاجات دي او اداني حاجات اكتر منها بشوية، فانا هشوف ايه اللي بيناسب الرؤية بتاعتي وابدا ان انا اعدله عليها، او اللي انا ممكن كمان اديله المينيمم اكسبكتيشن بتاعتي بحيث ان هو مش عاوزه يفكر كتير ولا يحرق معايا توكنز. خلينا ممكن ناخد بس البرومبت دي كلها هنا، بس هنضيف له expandable in future to add payment method، وطبعا هختار الموديل بتاعي واللي هو هيكون جوجل جيميناي 3 برو. بعد كده اقول له send message. طيب انا ليه اخترت جيميناي 3 مع اني ممكن مثلا اختار هنا اوبوس او مثلا سونيت؟ بكل بساطة أنا بفضل عادي الايرورز اللي بتظهر دي عادي مفيهاش مشكلة. هنا بيبدأ اللي هو يقول لي هو عنده questions to ensure the design meets your expectation. I have few quick questions. Do you prefer Tailwind CSS Laravel default or Bootstrap or plain CSS؟ ده كويس جدا إن هو كلمني عن حاجة زي كده. Interactivity JS plus Ajax for single page style database. Shall we proceed with the configure SQLite؟ طيب كويس جدا ان هو كده كود بدأت ان هي تطلع لي الأسئلة دي ان هي أسئلة فعلا محورية في البرومبت بتاعتي. انا محددتلوش قوي، انا طول simple HTML و CSS بس. نوعا ما هو محتاج ان هو يفهم هل احنا هنستخدم Alpine مثلا ولا ممكن نستخدم Ajax Bootstrap ولا ممكن نستخدم Tailwind. فدي حاجات حلوة جدا. انا هقوله use Tailwind CSS Vanilla JS plus Ajax and SQLite. فنرجع تاني للموديل. بكل بساطة أنا هنا Opus بيكون غالي جدا في مثلا عمليات اللي انت تفكر بيه او تعمل مثلا حاجة معينة. فانا شايف بصراحة ان ممكن يكون Opus حلو جدا في انك تعمل بيه يونت تيست تراجع بيه على حاجة وهو latest update. فمثلا انت لو عندك تكنولوجي لسه انت عايز تعرف عنها اكتر فانت ممكن تستخدم. تمام. سونيت حلو جدا في التفكير بس انا بصراحة بستخدمه مع حاجات تانية زي مثلا جيت هاب كوبايلوت او انتي جرافيتي عشان ما بيكونش عليه كوست عالي. تشات جي بي تي دايما بستخدمه في البلاننج لما اكون في جيت هاب كوبايلوت. بالنسبة لي هنا مثلا ممكن استخدم بقى جيميناي فلاش عشان انفذ، او ممكن استخدم GLM 47. انا بصراحة اول مرة اشوف فلاش دي بتاعت GLM فممكن اشوفها نشوف هي بتعمل ايه. بس الافضل انت تستخدم يا اما فلاش هنا يا اما ممكن تستخدم اي مودلز تانية خفيفة سريعة زي مثلا جروك كود. ده برضو حلو قوي بس هو ما تعملش اي حاجة بيه، يعني انت جاست تنفذ المكتوب في الخطة بتاعتك، يعني فاهمني. اهم حاجة بقى في اللي بيظهر ده كله انك تعمل ايه، انك تشوف التودو ليست اللي هو عاملها لك تقراها كويس جدا. بيقول لك هنا I have created a detailed plan based on your requirement architecture highlight front end، وقال لك الحاجات اللي هو ممكن يطلعها. بيقول لك هنا back end service layer، بيقول لك card service order service ماشي مفيش فيها مشكلة، ده حلو برضه. and database SQLite with product order item tables، ده كده برضه كويس. خلي بالك هو عمل مشكلة واحدة وهنا أنا ممكن أقوله عليها إن أنت product لازم يكون ليه stock، فهل هو عامل حسابه في الكلام ده ولا لأ؟ بس هنشوفه ممكن يكون هو كاتبه هنا. وهنا printing dedicated تمام كويس جدا. برضو انت لازم تروح تقرا كل حاجة، ما تقوليش ان انت قريت الحبة دول فخلاص الدنيا تمام start coding. لا لازم اكمل قراية. اول حاجة هنا انا بشوفها ان هو بيقول لي عندنا setup and configuration. مش عارف setup and configuration لايه بالظبط بس هو ممكن يكون قصده على tailwind مثلا. نشوف هل هي setup صح ولا لأ. npm install and npm run build to ensure tailwind is ready. تمام. run php artisan migrate to set up the database. هو عايز بس يتأكد ان كل حاجة ready. فانا هنا اصلا ممكن لو انا عامل الكلام ده اوريدي عندي بس هو تقريبا عشان شافه اللي انا ما عنديش هنا باكج دوت لوك
فهو خمن ان انا مش عامل الحركة دي اصلا، وهو ما عندوش MCP بتاع بوست عشان يعرف اذا كان انا عندي database ولا لا. بس لو انا عاملهم فانا هقوله skip these 3 to do list. هنا بقى انا عندي database and models, create product model and migration, name, price, image, barcode, create order model and migration, total, receive, change, payment. حلو ده، حلو. هو اخد باله ان هو اصلا الاوردر لازم يكون فيه received قد ايه. يعني انا كنت حاططها اصلا في الجزئيه الخاصه بالبراكتس اللي احنا نخليه لو هو ما قدمش received ويحسب التشنج والكلام ده كله. فاعتقد هو عملها هنا باي ديفولت. هنا ال create order item بياخد فيها ال order ID وال product ID وال quantity وال price. انت هنا بتراجع ك technical، تمام، مش واحد بس عمل الفكرة وخلاص. انت هيكريت لك هنا السيدر وال products to have initial data for testing. دي حاجة حلوة جدا. ال back end service create service to handle session based cart logic, add, update, remove, clear, total. هنا create order service to handle order presence from cart data, controls and route. create post controller, POS controller. ممكن دي تنفعنا في الباك اند لو احنا عاوزينه API. create cart controller to handle AJAX requests. check out controller to handle order submission and receipt printing. define route in web.php. ده كده بالنسبة للباك اند. احنا هنا عندنا حاجتين لاحظناهم، اللي هو مش حاطط الكوانتيتي، يعني حاطط الكوانتيتي بس بتاعة الاوردر ايتم، بس مش حاطط الستوك بتاع البرودكت، ودي حاجة فيها مشكلة. انت لازم تعمل inventory. هنا front end POS interface زي ما احنا كنا قايلين في POS plate، تمام، POS index plate.php. ده تمام جدا. with search functionality optional simple filter. دي حاجة كويسة جدا ان هو ضاف دي من عنده. cart summary section with dynamic DOM updates. حلو ده. interactivity write JS to handle add to cart, write JS to handle quantity update. I think كل دول تمام جدا بالنسبة للفرونت اند. خلي بالك هنا هو مقسم لك حاجة جميلة جدا، الباك اند سيرفيس، الكنترول راوتس، وكمان الفرونت اند. بص تحس ان هو ايه، عشان يعني تقدر تاخد منها من كل سيكشن تحتيه ايه بالظبط. معنى كده هنعمل printing زي ما احنا برضو كنا قايلين. احنا حتى مش حاطينها هنا بس قايلينها على اساس ان هي تكون invoice.blade، ولكن هنا قايلها ان هي receipt. تمام، حلو اللي هو متلخبطش في المقاسات. simple CSS implement logic open receipt in pop-up new window and trigger print. لو انت عندك ميكانيزم تاني عاوز تنفذه برضه ممكن تعمل reference للجزئية دي وتقول له لا عدل لي فيها. هنا ال final verification بيقولك هنا test flow add item adjust quantity check out cache verify database print receipt. ماشي تمام جدا. بص يا سيدي، بكل بساطة انت هنا ممكن تقوله ان انا تم جدا ان انت تعمل لي الحركة دي، وتقوله هنا انا عاوز احولك للكود، وكده تكتب له مثلا مسج فوقيها، او انك تقوله مثلا ماشي yes the plan looks good start coding. ده هيحولك على طول للكود مود. او ممكن تعمل كوبي ليها لو انت ضغطت عليها كده، او انك ممكن تستنى في الاركتكت مود وتقول له ايه I have some changes to the plan. والافضل ان انت تضغط على الحاجات دي عشان تسويتش، وكمان هو يكتب لك الحاجات اللي هو اصلا بياخدها كبرومبت عشان تفعل عنده او تتريجر عنده اللي هو الايديت على الحاجات اللي هو كتبها لك. طيب ايه اللي انا كنت عاوز اضيفه هنا؟ ممكن اقول له هنا سألني حبة أسئلة really what changes would you like to make
I want to add a customer selection feature. I want to change the database structure. I want to use different. طيب لو انت مفيش حاجة من الحاجات دي انت عاوزها اصلا، فانت ممكن بكل بساطة تقول له ايه، والله انا عاوز مثلا add inventory. I think inventory غلط and stock for. حتى خلي بالك اللي هو كمان بيقدر اللي هو يكمل معاك في البرومبت، او كمان انت هنا ممكن تقول له ايه enhance the with additional context. يعني انت مثلا ايه ممكن تقول له كده enhance. هو هيبدأ اللي هو يفهم البلان ويفهم انت قلت ايه هنا، وهيبدأ اللي هو يكتب لك prompt احسن. فهنا بيقول لك update the proposed architecture to include comprehensive inventory management by modifying the database schema to add a stock quantity field to the product model. Updating the cart service to validate stock availability before adding items ensures the order service decrement stock level upon successful checkout, and reflecting these changes in the front end by displaying stock count on the product grid and preventing the selection of out of stock items. ده بالنسبة لي the best prompt ever. بعد كده هنا send. هو هيبدأ ان هو يعدل في البلان، بعد كده تبدأ ان انت تحول لأي موديل تاني عشان تعمل كودينج. هنا بيقولك I have updated the plan to include inventory management، وكمان حبة الكونتكست بتوعك دول